هو وجود أي كتلة في الثدي معنى كده إن في ورم خبيث في الثدي؟ الإجابة لأ، مش أي كتلة نحسها نقدر نقول عليها إنها ورم خبيث. بالعكس، في سيدات كتير جدا بتيجي العيادة تشتكي من كتلة، وبعد الفحص السريري أو الفحص الإكلينيكي بلاقي إن ما كانش في أي مشكلة في الثدي، وإن هي اتهيأ لها بوجود الكتلة. وعشان كده بننصح السيدات إن هما كل شهر يعملوا فحص ذاتي للثدي عشان تقدر تحس الطبيعي بتاعها. فلما يبقى في مشكله او في اي كتله تبتدي تعرف ان كده في حاجه فيها مشكله، فابتدي اروح للدكتور. فبالتالي ستات كتير جدا بتبقى حاسه او جايه تشتكي من كتله، ولما نفحصها نلاقي ان مفيش اي كتله ولا حاجه. وبنأكد ده لما بنعمل سونار او ماموجرام على حسب سن المريضه، ونلاقي ان مفيش فعلا كتله. فمش اي شعور بان في تكتل يخوفك ويخليكي تقولي لا مش هكشف او انا جالي ورم في الثدي. بالعكس، لما بنلاقي مشكله او ان احنا نحس بالفحص بتاعنا ان في مشكله في الثدي، لازم نتوجه لدكتور جراحه ثدي متخصص يفحصنا فحص صح ويطلب مننا الاشعه الصح. لقينا ان في كتله بنبتدي نتعامل معاها على حسب. ممكن تبقى كيس ميه، وده الحل بتاعه يا اما بنسيبه يروح لوحده يا اما بنشفطه. ممكن تبقى ورم حميد، يا اما هنتابعه يا اما هنعمل جراحه نشيله، يا اما حجمه يبقى كبير شويه فناخد منه عينه عشان نشوف هنشيله بانهي طريقه. لا اما يبقى في شك في الاشعه انها فيها ورم غير حميد، فبالتالي ناخد منها عينه ونشخصها ونحللها عشان يطلع ال الكلام او التشخيص الدقيق ليها، ونبتدي نبني خطه علاجيه عليها صحيحه. فاللي هاكد عليه ان مش اي كتله في الثدي او ان انت حسيتي اي ورم في الثدي تخافي وتقولي انا كده عندي ورم خبيث. لا، بالعكس، في الاغلب انه ما بيطلعش فيه اي اورام خالص، ولازم نتوجه لحد متخصص عشان يعرفنا نمشي صح. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. تابعونا عشان تعرفوا اكتر عن صحه الثدي.